انت قلت لي انت شغال فول تايم وبارت تايم. يس. هل بقى شغل الفول تايم ممكن يخليني مليونيرة، ولا هو بس هيجيب لي التزاماتي بقى ويجيب لي بيت صغير كده على قدي ويعيشني بقى اللي فاضل من عمري وخلاص؟ طب انا هقول لك الاجابه اللي يعني ناس كتير قوي ما تعرفهاش. الناس فاكره ان الفول تايم دي حاجه بتحقق احلام ناس كتير كده. لا، هو في الواقع الفول تايم ده بيقيدك على ان انت تحقق موضوع المليونير وموضوع انك تصل لملايين. هي الناس وخلينا بتاخده اكتر امان، اللي هو انا ابقى ضامن مرتب اخر الشهر احسن ما ارمي نفسي في حاجه. حتى لو انا حلمي مثلا وانا شخص موهوب جدا، ممكن احقق بده حاجه اعمل بيه حاجه، بس انا خايف ارمي نفسي. انا ممكن ماليش فلوس، ممكن ما اعملش اقساطي، ممكن ماليش مرتب اخر الشهر، ممكن ماليش مظبوط. اكل. مظبوط، هو امان بالنسبه لهم. ولكن ممكن نقول زمان كان في موضوع الحكومه، لكن عايز اقول لك ان القطاع الخاص دلوقتي مش امان لحد خالص. ليه؟ لانه في كومبيتيشن كبيره جدا ما بين الناس، والنهارده الناس بتطور من نفسها كل يوم، بتاخد شهادات كتير وبتحاول تشوف ايه الترند في المجال بتاعها. فهو مش امان. انت لو ما اشتغلتش في القطاع الخاص تمام، هيحصل عندك مشكله ان انت ممكن تمشي، فهو ما بقاش امان في المرحله دي. بقدر اقول انه لا، انا موجود في مكان طبيعه الشعب المصري كلها بتفكر فيه، اني بتخرج عشان اشتغل عند الناس. نادرا بقى، وبدأ الموضوع بس شويه لما بدأ بقى الانتربرنشيب والناس ده، الناس تبتدي تفكر في موضوع ان هي تعمل مشاريع لنفسها. والموضوع انتشر كفكره في المجتمع، بدأت الناس تروح تعمل ستارت ابس وتعمل كده. لكن هو مش امان خالص، وكمان بيمنعك من انك تبقى مليونير. فليه بيمنعك؟ لانه خليني اقول لك ان اكبر راتب لحد شغال في فول تايم في القطاع الخاص هو مثلا 300 ألف جنيه. الرقم ده لا يمكن انه يخلي حد يبقى مليون، يبقى مليونير معاه كذا مليون. لانه ده عمرك ما هتوصل تبقى سي ليفل في يوم وليلة. السي ليفل والناس اللي شغالين مثلا الكوميشن بيزد، اللي هم بتوع العقارات والريل استيت، ممكن يوصلوا الارقام دي لانها مبنية على مجهود خاص انت بتعمله. لكن واحد مستني مرتب اخر الشهر عمره ما هيوصل لمليون جنيه في الشهر. الكلام ده مش موجود، ولا حتى في الشركات المالتي ناشونال، ولا اللي بيقبضوا بالدولار، ونادرا. واذا وجد فهتلاقي يعني 2% من اي هيد كاونت في اي شركه هم بس اللي بياخدوا الارقام دي. وبالتالي بمجرد ما ياخد ال 300 الف جنيه، هو عنده في نفس التوقيت آه، شويه التزامات بتزيد، ومدارس واولاد وطموحات بتخليه يصرف مبلغ كبير جدا من اللي بيجيله. يعني ال 300 دول هيصرف منهم 250 الف. مظبوط، اكنه ما عملش حاجه. تخيلي بقى 50,000 جنيه في سنة ب 600,000 جنيه. أنا النهاردة 600,000 جنيه ما يجيبوش عربية صيني. يعني الرقم النهاردة عايز 10 سنين عشان أعمل 6 مليون جنيه. فبالتالي لا، صعب جدا من الفول تايم إنك تبقى مليونير، ولازم تبتدي تشتغل على حاجات بقى أوسع من الفكرة دي، وإن أنت تبتدي تعمل مشاريع ليك شخصية. قول لي يا محمد، يس. الشركات الكبيره فيها موضوع الشلاليه برضو، اللي هو ده بيشغل صاحبه وده بيبدي قريبه والكلام ده، ولا ده مش موجود؟ الشركات الكبيرة، الشركات الصغيرة، أي شركة على وجه الأرض، أي محل شغال في أي حتة، مفيش مكان بيخلو من الشلالية. او خلينا نقول الواسطه في التعيينات، لا لسه موجوده، بس هي نسبه قليله جدا. يعني لا تتعدى الواحد في المية، عشان بس دي شماعه الناس بتحطها على موضوع ايه، اصل انا ما بلاقيش شغل غير بالواسطه، او فلان اشتغل بالواسطه والكلام ده ده كله. دي التلكيكه رقم واحد في ده التلاكيك. تلكيكه مش موجوده، لدرجه ان انت لو واقفه قدام 100 واحد شغالين وقلت لهم كم واحد فيكم اشتغل بالواسطه، هتلاقي اتنين تلاته. فما فيش الكلام ده. الموضوع ده بس بيحصل ايه؟ في علاقات ما بين الناس، السي اوز، الاونرز. الناس دي بتبقى عايزه مثلا حد يطلب ده ابني، ده اخويا، ده كذا، ده طبيعي. او برضو انت من فكره ان هم يطمنوا على حاجتهم انها مع ابني او مع قريبي، مش مع حد يجي معرفش هيعمل ايه في شغلي اه، برضو. بس دي حاجه بقى مختلفه. موضوع الفاميلي بيزنس او اهل الثقه، دي قصه مختلفه شويه عن الواسطه والريكومنديشن. الواسطه ان انا اجيب حد من عيلتي، شاب صغير هو لسه لا يفقه شيء، هاخده احطه في مكان هو هيبوظ لي الدنيا. انا ابن صاحب الشركه. انا ابن صاحبي شغال، انا هشتغل وخلاص. ده اول حاجه، ده الواسطه. الريكومنديشن ده حد فعلا يستحق، وانا انا يعني بشجع ده انه يستحق. فانا سالت الناس قالوا لي اه فعلا احنا جربناه وده حد شاطر، فخده وعلى ضمانتنا. ده تمام جدا، ده ما فيهوش اي مشكله. الحاجه التانية بقى موضوع اهل الثقه، وده غالبا بيحصل في الستارت ابس او الشركات اللي لسه بتبتدي. اي حد عايز يبتدي فعايز ناس امينه على فلوسه. لو انا عايز حد حسابات، فعايز بتاع الامن يبقى ابن خالي، وبتاع الحسابات يبقى قريبي، وهكذا، عشان احس ان انا مطمن على طبعا. فلوسي.
يمكن في الاول ده بيبقى عادي، وانا ما بلومش الناس، بس الفكره في ان انت اهل الثقه دول لو ما طورتهمش هم دول هيبقوا السبب الرئيسي ان هم يغرقوك. فشرط وجود اهل الثقه او قرايبك ونسايبك وحبايبك انك تدربهم وتطورهم وتحط لهم مقياس لشغلهم. فما فيش حاجه اسمها اصله قريبي فانا هشغله خلاص، لا. بس هو ده بيحصل اصلا يا محمد، يعني لو انا جبت حد من قرايبي وجم اشتغلوا معايا في الشركه، انا مثلا عندي شركه وجبت قرايبي اوكي. كلهم علشان واخواتي بقى وكده عشان ابقى ايه ضامنه الناس اللي في الشركه، بيتطوروا فعلا وبيعتبروا موضوع شغل، ولا بيبقوا اللي هو لا انا هي قريبتي فانا اعمل بقى اللي انا عايزه واجي براحتي واعمل اللي انا عايزه، ما اصلا مش تقولي حاجه احنا قرايب في بعض. انا بحس كده لان ده شفته كتير قوي، يعني ده اللي بيبقى قدام عيني على طول. ما شفتش حد كان في العيله وبقى حد ماسك لا وكده وطور الشركه، ما شفتهاش بصراحه. يعني هو في ناس بتطور بس نسبة قليلة جدا، بس النسبة الأكبر هم بمجرد ما بيعيشوا مع بعض كام سنة بيبتدي يحصل خلافات وبيفرقوا بعض وبتبقى مشاكل لا عائلية. وكلها على عشم، هي قايمه على ما عشم هو مش على عشان اي حاجه تاني. انا ما حطيتش اسس في الشغل من الاول. انت قريبي وهتشتغل معايا، بس انت مش ضامن مكانك طول العمر. مكانك ده مقابل بيرفورمانس انت بتعمله، وبرضه هيبقى ليك حتة يعني ايدج كده على الناس وليك ميزة عن الناس، ولكن مقابل المجهود بتاعك وشغلك. ف لكن مع بعض الوقت بيحسوا ان هم لا انا قريبي ده انا شغال معاه فانا الشركة بتاعتي. بالظبط. لا، دي مشكلة بقى في الناس دي، انه بيبقوا واثقين في الشخص اللي شغالهم ده بطريقة وعشمانين ويبتدوا يزعلوا. لا ازعلوا، ففي الاخر وبيبقى الخطأ على الكونتراكت اللي اتعمل ما بينكم او الاتفاق اللي ما بينكم في بداية الشغل.